بيبدأ مسلسلنا مع مشهد مخيف لشخص شايل جثة وماشي في اتجاه البحر، ولما بيوصل للشط بيحط الجثة جنبه وبيحفر لها حفرة عشان يدفنها جواها. وبعدها بنشوف المحققة صوفيا في بيتها وبنتها الصغيرة إيميل بتصحيها من النوم، وبنت جوزها اللي مات هانا بتقول لها إنها بتحلم بباباها كتير. وبعدها بنشوف صوفيا وهي راجعة لشغلها مع رئيس الشرطة، واللي بيقول لها إنه كان متوقع إنها تاخد أجازة طويلة بعد موت جوزها وبيحاول يواسيها. وبيقول لها إن شرطة هامبورغ مليانة بالمحققين الأكفاء واللي أكيد هيلاقوا القاتل ويعاقبوه. وبيقول لها كمان إنها هتلاقي محقق جديد اسمه نورمي منقول من وحدة مكافحة الجرائم المالية، وهتشتغل معاه في قضية جديدة. والقضية دي بدأت لما الشرطة تلقت بلاغ بوجود ملابس واحدة ست عليها دم جنب البحر، فبتلبس صوفيا الشارة بتاعتها وبتستعد عشان ترجع شغلها من تاني. وبتروح صوفيا على طول لمكان البلاغ وبتلاقي فعلا الملابس اللي تم الإبلاغ عنها وبتصورها وبتفحصها. وفي اللحظة دي بيقدم لها المحقق نورمي نفسه وبيقول لها إنه هيكون شريكها في الشغل وفي التحقيقات، وبيقول لها إن اللي على الهدوم اللي هي بتفحصها ده دم. فبتقول له صوفيا إنه مش دم وإنه نبيذ أحمر. وبناء على ملاحظة صوفيا بيخمن نورمي اللي حصل مع الست، وبيقول لها إنها أكيد كانت تحتفل في مكان قريب، وبعدها قررت إنها تيجي البحر عشان تعوم شوية وإنها غرقت وماتت. فبتقول له صوفيا إن التخمين ده مستبعد لأنهم في أواخر شهر أكتوبر والجو برد جدا في بلدهم. فبيقول لها نورمي إنه هو كمان بيعمل كده وبيعوم في البرد عادي. وبيقترح نورمي إنه يتصل بفرقة غواصين علشان تيجي تدور على جثة الست تحت المية، بس صوفيا بيكون عندها رأي تاني وبتقول له يتصل بوحدة الكلاب البوليسية. وبتقول له كمان إنها بتستبعد إن الست نزلت البحر أصلا لأن مفيش حد بيعوم وبيرتب هدومه قبل ما ينزل البحر. وبتعرفه إنها لاحظت إن شنطة اليد مش موجودة، وبتقول له إن مفيش واحدة ست هتنزل تعوم ومعاها شنطة اليد بتاعتها. ولما بتوصل وحدة الكلاب البوليسية بتبدأ في شغلها على طول، وبيشمم الضباط الكلاب البوليسية ملابس الست وبيلفوا بيهم الشط كله علشان يدوروا على أي أثر ليها. وبتلاحظ كمان المحققة صوفيا إن في أعمال قرب الشط، فبتسأل المحقق نورمي فبيقول لها إن في منطقة سكنية بتتبني فعلا في المكان. وفي اللحظة دي بتقاطعهم واحدة من الضباط وبتقول لها إنها لقيت شنطة يد، فبتلبس المحققة صوفيا الجوانتي بتاعها وبتفحص الشنطة. وبيلاحظ المحقق نورمي إن الشنطة ماشية مع اللبس اللي لقيوه، وده معناه إن الشنطة اللي بتفحصها المحققة صوفيا هي شنطة الست المفقودة. وجوه الشنطة بتلاقي المحققة صوفيا بطاقة التأمين الصحي بتاعة الست المفقودة واللي بيكون مكتوب عليها بيردال، الاسم الأخير للست المفقودة. وفي اللحظة دي بيقول واحد من الضباط إن الكلاب وصلت لجسم مدفون تحت الأرض، فبيحفروا وبيوصلوا في النهاية لجسم الست وبتلاقيها المحققة صوفيا ميتة وملفوفة في كيس وفي إيدها ورد. وفي الوقت ده بيكون في اجتماع لمجلس إدارة شركة تيمبو، وبتكون دي الشركة المسؤولة عن بناء مشروع الوحدات السكنية اللي على شط البحر. وبتشرح جوليا عضوة مجلس الإدارة وأخت صاحب الشركة إزاي هيوفروا الطاقة للمشروع، وده بيكون من خلال تقنية جديدة لطاقة الرياح. وبعد ما بيخلص العرض بيتناقش مجلس الإدارة في فرص الشركة في الحصول على ترخيص المشروع وعن المجازفة اللي هياخدوها في سبيل الحصول على الرخصة. وبيقول أليكس مدير التطوير وصاحب الشركة إن المجازفة غالبا بتكون مصحوبة بمكاسب ضخمة. وفي الوقت ده بتدخل موظفة بخبر مش حلو خالص، والخبر ده بيكون إن الشرطة لقيت جثة مدفونة في الموقع الإنشائي للمشروع. وبعدها بنشوف المحققة صوفيا والمحقق نورمي في بيت أوسكو بيردال جوز أنا بيردال، واللي لقيوا جثتها مدفونة على شط البحر في مكان مشروع الوحدات السكنية. ولما بيبلغوه إن مراته ماتت بيكون في حالة من الإنكار، وبيتصل بشغل أنا فبيلاقيها ما راحتش الشغل، وساعتها بيتأكد إن جرالها حاجة وحشة وبيروح معاهم المشرحة عشان يتأكد إن الجثة هي جثة مراته أنا. وبتستمر المحققة صوفيا في جمع المعلومات عن أنا، فبتقابل ريستو زميل أنا في الشغل واللي بيقول لها إن أنا كانت في حفلة نظمتها شركة تيمبو، والحفلة دي كانت يوم السبت، وإن الشركة كانت بتفاوضها عشان تكون مستشارة ليهم في مشروعهم الجديد. ولما بتسأل المحققة صوفيا عن مهمة أنا اللي هتقدمها لشركة تيمبو بيقول لها ريستو إنها كانت هتشرف على مراعاة الشركة لتخصيص وحدات للشباب في المشروع الجديد. وفي نهاية المقابلة بتطلب صوفيا من ريستو قائمة بأسماء كل العملاء اللي اشتغلت معاهم أنا في الفترة الأخيرة، وبيطبع لها قائمة ب20 اسم. وبعدها بتتصل الطبيبة الشرعية بالمحققة صوفيا وبتبلغها بموعد وفاة أنا في رسالة، واللي بيكون فجر الحد ما بين الساعة 2 للساعة 5. وبترجع المحققة صوفيا تكمل التحقيق وبتقعد مع أوسكو جوز أنا مرة تانية وبتسأله عن بناته، فبيقول لها إنه هو وأنا عندهم بنتين، الأولى إسلا عندها 13 سنة والتانية أرمي عندها 11 سنة. وبيقول إنها كانت بتكره رسائل البريد اللي بتجيلها من عملائها. وبيقول كمان إن في واحد جه البيت من شهر وقعد يزعق وكان باين على شكله إنه من مدمن الميرجوانا بس ما بيكونش فاكر اسمه. وبيقول كمان إن مراته أنا كانت حاسة إن في حد بيراقبه، وبيفتكر إنها قامت مرة من النوم وقالت له إنها شايفة راجل واقف جنب السرير. وقبل ما بتمشي المحققة صوفيا بتسأل أوسكو عن أبو أنا وأمها، فبيقول لها أوسكو إن هما ميتين. فبتخرج المحققة صوفيا ومعاها المحقق نورمي، لكن أوسكو بيفتكر اسم
الراجل اللي جه لحد البيت وقعد يزعق، وبينادي على صوفيا وبيسالها ان كانت قائمه عملاء مراته فيها شخص اسمه كيسكي، فبتقول له انها بالفعل فيها شخص اسمه ياني كيسكي. وبالليل بيفتح اوسكو اللابتوب بتاع مراته انا، وبيقدر يوصل لرسائل كان باعتها لها ياني كيسكي، وبيقراها وبيعرف ان كلها كانت شكاوي وتهديدات، زي انها ورطته في شغل صعب مع مجموعه من المهاجرين، وزي انه بيهددها وبيقول لها انه عارف بيتها وهيجي لها عشان يقتلها. وبيدور على عنوان كيسكي وبيروح له وبيخبط على الباب وبتفتح له مراته، وبيدخل اوسكو وهو منفعل وبينادي على كيسكي، بس كيسكي بيجري من وراه وبياخده على اخوانه وبيضربه بالسلاح الابيض في رقبته. وبيخرج اوسكو من البيت بسرعه عشان يلاقي مساعده، بس بيقع على الارض اول ما بيخرج من البيت على طول. وبتيجي الشرطه والاسعاف بعد الحادثه بثواني علشان ينقذوا اوسكو. وبتسال المحققه صوفيا نورا مرات كيسكي وبتقول لها هو ممكن يكون هرب على فين، فبتقول لها انه بيشتغل في البحر واكيد هيركب سفينه ويهرب. وبتقول لهم كمان على اسم الميناء اللي بيشتغل فيه. وبتطلع المحققه صوفيا والمحقق نورمي على الميناء على طول، وبيطلبوا من اداره حركه السفن انها تعطل السفينه اللي طالعه علشان عليها مجرم خطير، وفعلا ده بيحصل. وبيطلعوا على السفينه عشان يقبضوا على كيسكي، بس كيسكي بيستغل سذاجه المحققه صوفيا لما تليفونها بيرن وبتمسكه عشان ترد على بنتها، وبيضربها عشان تقع على الارض وتفقد اتزانها. وبتفضل بنتها ايميل على الخط بتنادي عليها وهي مش بترد. وبعدها بيدخل المحقق نورمي وبيلاقيها واقعه على الارض، فبيطلب منها ان هم يخرجوا من السفينه ويستنوا قوات الدعم لحد ما تيجي تساعدهم. وفي نفس الوقت ده رئيسها في العمل بيكون وصل بره السفينه وبيكلمهم وبيطلب منهم ان هم يخرجوا بره السفينه، وبيقول لهم ان هم دخلوا جوه السفينه بدون اذن قانوني. فبتنزل وبتطلب من رئيسها انه يديها ولو 5 دقايق عشان تقدر تقبض على كيسكي، وبتقول ان دي فرصه مش هتتكرر تاني، بس بيرفض. وبتضطر انها تنزل تقعد في العربيه مع المحقق نورمي، لكنها بتقدر تلمح كيسكي وهو جوه العربيه. وبتقول للمحقق نورمي ان هي شافته، وبتطلب منه انه يطلع السفينه لتاني مره معاها، فبيكون متردد بس بيضطر يطلع وراه. وبتدخل محققه صوفيا السفينه وهي مصره على انها تجيب كيسكي، وفعلا بتقدر توصل له، بس مش بيخاف منها وبيقول لها انه مش مستعد يسيبها تقبض عليه وتخليه يرجع السجن من جديد. وبيقول لها كمان انه عنده ينتحر ولا انه يقع في ايد الشرطه مره تانية. فبتحاول المحققه صوفيا انها تلعب على عاطفته وبتفكره بزوجته نورا وبنته الرضيع اللي لسه مخلفها. فبيلين كيسكي على غير المتوقع وعلى خلاف طبيعته كمجرم بيسلم نفسه للمحققه صوفيا، واللي اثبتت شجاعه اكتر من زميلها نورمي في الموقف ده. وفي غرفه التحقيقات بيبداوا يستجوبوه وبيسالوه عن الاسباب اللي دفعته لمطارده انا وتهديدها، فبينكر انه هددها او عمل اي حاجه من اللي بيقول له عليها خالص. وبعد الضغط بيقول انه ما كانش موجود في المدينه في اليوم اللي اتقتلت فيه انا. وفي الوقت ده بتوصل المحققه بالتوله ومعاها صور فعلا لكيسكي، والصور دي بتثبت انه ما كانش موجود في المدينه في الوقت اللي حصلت فيه الجريمه بتاعه القتل. وبعد ما بيتعافى اوسكو من اثار الاصابه اللي تسبب فيها كيسكي، بيرجع على بيته عشان يهتم بإسلا وارمي بناته الصغيرين. ولما بيسالوه عن امهم مش بيبقى عارف يقول لهم ايه، لانه ما بيقدرش انه يصارحهم بموتها. وفي الوقت ده بترجع المحققه صوفيا والمحقق نورمي لتسجيلات الحفله اللي حضرتها انا ليله ما اتقتلت. والحفله دي اللي كانت تابعه لشركه تيمبو، واللي هي شركه العقارات اللي بتملك قطعه الارض اللي اتدفنت فيها انا بعد قتلها. وبيشوفوها وهي بتطلع من الحفله وبتركب عربيه، بس مش بيقدروا يجمعوا معلومات تفيدهم من اللي شافوه في تسجيلات الحفله، فبيضطروا يطلعوا على الشخص اللي نظم الحفله اللي هو ستيج اولاندر، وبيسالوه عن انا، فبينكر معرفته بالشخصيه دي. وبالليل وفي طريقها للبيت بتاعها بتحس المحققه صوفيا ان في شخص غريب موجود في بيتها، فبتطارده بس بيختفي ومش بتقدر انها توصل له. وتاني يوم بتكون الصحافه قدام بيت اوسكو، واللي مش بيبقى في احسن حال بعد موت مراته انا، فبيكونش طايق الصحفيين وبيعاملهم معامله سيئه، وبيطلب منهم انهم يمشوا من قدام بيته، وبيدخل البيت وبيقفل على نفسه. ولما بنرجع لاوسكو بنلاقيه قاعد بيتفرج على فيديوهات لمراته، وبيقف عند فيديو بتقول فيه انها اسعد واحده في العالم عشان اتجوزته، وبتقول كمان انها مسجله الفيديو ده ليه علشان يفضل فاكرها لو جرى لها اي حاجه. وبعدها بنشوف ان ستيج بينضرب في بيته وبيقع في الميه، وبيفتكر الشخص اللي ضربه ان ستيج مات، فبيكلم الشرطه. ولما توصل الشرطه بيسعفوا ستيج، وبعدها بتفحص المحققه صوفيا تليفون ستيج، فبتلاقيه مصور صوره لأنا موضحه رقم العربيه اللي ركبت فيها، وبيقدروا يوصلوا العربيه دي والاسم صاحبها كمان، واللي بيبقى أليكس صاحب شركه العقارات. لكنهم اول ما بيقربوا من العربيه بتنفجر، ولما بتنفجر العربيه بتطلع مرات أليكس من البيت مفزوعه وبتجري، وبيطلع كمان روبي مساعد أليكس واخوه، واللي بتساله المحققه صوفيا عن مكان أليكس، فبيقول لها على مكانه واللي بيبقى كوخ جنب البيت على طول. فبتروح له صوفيا وبيروح وراها المحقق نورمي، لكن روبي بيحاول انه يعطله فبيضربه نورمي. ولما بتوصل المحققه صوفيا لأليكس بتساله عن انا، فبيقول لها انها كانت مجرد موظفه عنده في الشركه. فبتساله ان كان ساق عربيته ليله الحفله فانكر. فبتساله صوفيا مره تانية ان كان حد غيره بيسوقها، فقال انه ما يعرفش ان كان حد ركبها ليله الحادثه ولا لا. وتاني يوم بترجع المحققه صوفيا والمحقق نورمي الروبي، واللي بيبقى
بيصلح كاميرات البيت بتاع أليكس، وبتطلب منه المحققة صوفيا إنها تدردش معاه شوية، فبيرفض إنه يتكلم في وجود المحقق نورمي لأنه ضربه الليلة اللي قبلها. فبتطلب منه صوفيا إنه يمشي وبيسمع الكلام، وساعتها تسأله صوفيا عن تسجيلات الكاميرات اللي اتحدثت قتل أنا، فبيقول لها إن الكاميرات كانت عطلانة. وهنا بتشك المحققة صوفيا إن في حد اتعمد إنه يعطل الكاميرات. وبعدها بتروح المحققة صوفيا لرئيسها في الشغل وبتقوله إنها مش مرتاحة مع شريكه المحقق نورمي، وبتقوله كمان إنه بيتعامل بعنف مع الشهود، فبيقول لها إنه محقق كفء وإنها لازم تتحمله شوية. وفي الوقت ده بتستقبل صوفيا اتصال من المعمل الجنائي وبيبلغوها إن هم لقيوا حيوانات منوية على جسم أنا، وبيقولوا لها كمان إن هم حللوا الحيوانات دي وما طلعتش نفس الحيوانات المنوية بتاعت جوزها أوسكو، ومعنى كده إن هم بيشتبهوا في علاقة مريبة قبل ما تتقتل. وبعدها بيحاول أليكس يفهم ليه هو محل شبهة في قتل أنا، فبيروح لروبي وبيسأله مين الشخص اللي ركب عربيته اللي اتقتل أنا، فبينكر روبي إنه يعرف أي حاجة عن الموضوع ده، فبيسيبوا أليكس وبيخرج من عنده وهو متضايق. وبعدها بنشوف المحققة صوفيا وهي واخدة لابتوب أنا معاها للبيت وبتدور فيه على أي حاجة تفيد التحقيق، فبتلاقي مجموعة من الصور على اللابتوب، بس الصور دي مش بتفتح. فبتسأل هنا بنت جوزها اللي مات، فبتشوف هنا الصور وبتقول لها إن دي عشان تفتح لازم تجيب الفلاشة الأصلية اللي كانت متخزنة عليها، وعشان كده بتروح المحققة صوفيا البيت أنا وبتستأذن جوزها أوسكو وبتدور على الفلاشة، وبتوصل لها في الآخر وبترجع عشان تتفرج على الصور، وبتتفاجئ إن أنا متصورة مع أليكس صاحب الشركة صور رومانسية. وفي الوقت ده بيكون أليكس مع مراته وبيستعد عشان طالع في برنامج على التلفزيون، ولما بيوصل أليكس لمقر المحطة التلفزيونية اللي هيطلع فيها بيفاجئوا شخص غريب اسمه أندرياس وولف، وبيطفي النور عشان ما يشوفوش أليكس، وبيطلب منه إنه يتكلم في البرنامج عن حقيقة فايكون 4، وبيعرفوا إنه هو اللي فجر له عربيته عشان يخوفه ويجبره إنه يتكلم عنها، وبيقول له كمان إنه لو ما سمعش كلامه هيتسبب في موت ناس كتير زي أنا، واللي هو كان سبب رئيسي في موتها. وبيسمع أليكس في اللحظة دي أصوات أجزاء سلاح بتتشد، لكن النور بيرجع وبيختفي الشخص الغريب. ولما بنرجع للمحققة صوفيا بنلاقيها في العربية مع أوسكو، وبتكون مقررة إنها تصدمه وتكشف له حقيقة خيانة مراته أنا، ولسه بتحاول تمهد له وتلمح له إن أنا ممكن تكون خانته، بيطردها من العربية بتاعته. وفي البرنامج التلفزيوني بيكون أليكس في مناظرة حوالين فايكون 4، واللي بيكون عبارة عن تقنية جديدة لطاقة الرياح، وبيقدم أليكس أداء عالي جدا في المناظرة وبيقنع الكل بفايكون 4. وبعد المناظرة بيلاحظ أليكس إن في ليزر أحمر على جسمه، فبيخاف وبيفتكر الليزر ده جاي من سلاح ناري. وفجأة بيسمع صوت عالي، بس الصوت ده بيكون هو صوت فتح إزازة شامبانيا جايبها روبي أخوه والمساعد بتاعه عشان يحتفل بنجاحه في المناظرة، وبيخرج معاه بره القناة. بس أول ما بيخرج بيلاقي المحققة صوفيا واللي بتقول له إن معاها أمر بالقبض عليه، وفعلا بتقبض عليه وبيركب عربية الشرطة. وفي أوضة التحقيقات بيكون أليكس قاعد لوحده وبيفتكر أول ما أنا جات له الشركة عشان تقدم في الشغل، وبيحصل ما بينهم إعجاب مبدئي في الوقت ده. وبعدها بنشوف المحققة بالتولا بتسلم تقرير المعمل الجنائي للمحققة صوفيا واللي قدر يوصل لصاحب الحيوانات المنوية اللي على جثة أنا واللي بيبقى أليكس. فبتمسك المحققة صوفيا التقرير وبتدخل لأليكس غرفة التحقيقات وبتقعد قدامه وبتطلب منه إنه يحكي لها كل اللي حصل بالتفصيل مع أنا. فبيقول لها إن علاقته بأنا كانت علاقة سطحية وكانت بالنسبة له مجرد موظفة. فبتضطر المحققة صوفيا إنها توريه الصور اللي لقيتها على اللابتوب بتاع أنا، ولما بيشوف الصور بيحاول يغير كلامه وبيقول إن العلاقة دي كانت علاقة صداقة، على الرغم من إن الصور مش بتقول كده. ولما بتلاقيه المحققة صوفيا بيلاوع وبيحور في الكلام بتوريه تقرير المعمل الجنائي واللي بيقول إن في حيوانات منوية على جسم أنا، وبيقول كمان إن الحيوانات دي بتاعته هو. ولما بيلاقي أليكس نفسه متحاصر بالصور وبالتقرير بيكون على وشك إنه يتكلم ويقول حاجات جديدة، بس المحققة بالتولا بتدخل عليهم وبتقول إن مرات أليكس جت وشهدت إنه كان معاها في الوقت اللي اتقتلت فيه أنا، وبكده يكون من حق أليكس إنه يروح. وبعدها بترجع المحققة صوفيا والمحقق نورمي ريستو زميل أنا في الشغل وبيسألوه إن كان لاحظ تغييرات حصلت عليها بعد ما اشتغلت مع شركة المقاولات. فبيقول ريستو إنها انشغلت أكتر من المعتاد في الوقت ده، وإنها زي ما تكون دخلت في علاقة عاطفية جديدة لأنها بقت تتكلم كتير مع شخص واحد بعينه. وبيقول كمان إن في الفترة دي كانت بتدور على شقة صغيرة لنفسها، على الرغم من إن عندها أسرة بتتكون من زوج وبنتين والشقة الصغيرة مش هتكون مناسبة ليهم. فبتاخد المحققة صوفيا عنوان الشقة دي وبتروح مع المحقق نورمي على هناك، وبيلاقي جوه الشقة سرير طفل رضيع وبيتساءلوا إن كانت أنا خلفت من أليكس في السر. وفي الوقت ده بيكلم أليكس مراته بعد ما بتكون خلصت شغلها وبتكون شغالة ممثلة، وبيشكرها عشان شهدت لصالحه وبرأته من تهمة قتل أنا. فبتقول له إنها كدبت بس عشان تنقذ سمعة العيلة وتنقذ شكل جوزها قدام المجتمع. وبعد ما بتخلص المكالمة بيفاجئها أندرياس الشخص اللي كان بيهدد أليكس في مقر القناة التلفزيونية وبيهددها بالسلاح وبيخطفها. وبعدها بدقايق بيشوف أليكس خبر خطف مراته في الأخبار، وبتجيله مكالمة من أندرياس اللي خطفها بيقول له فيها إنه هيكلمه بعد ساعة. وبتتوالى المفاجآت في القضية لما بتتصل المحققة بالتولا بالمحققة صوفيا وبتقول لها إن هم اكتشفوا إن أنا كانت حامل في الأسبوع ال14. وهنا بتقدر تفهم صوفيا سر سرير الأطفال اللي لقيته في الشقة اللي أخدتها أنا قبل ما تموت،
وبتفهم كمان ان الطفل ده مش من جوزها اوسكو. بترجع صوفيا لأليكس وبتبلغه بالتطورات الجديده في القضيه وخصوصا اكتشاف حمل انا، وبتكون مراهنه على انه والد الجنين اللي كانت انا حامل فيه، بس مش بيبقى مبين اي اهتمام وبيقفل باب بيته في وشها. وبيستقبل أليكس اتصال تاني من اندرياس وبيوري له مراته وهي متكتفه وبيقول له انه هيكلمه تاني. وبعدها بيقعد اندرياس مع مرات أليكس وبيقول لها ان جوزها شخص سيء وعمل جرائم كتير، من ضمنهم انه تسبب في قتل واحده بريئه زي انا. وبيرجع اندرياس يتصل بأليكس وبيقول له انه مش هيسيب مراته غير لما ينفذ طلباته، وبيقول له انه لازم يطلع في فيديو يشرح فيه اضرار وخطر فايكون 4. فبيقول له أليكس ان فايكون 4 هي ماده ملهاش ضرر تقريبا. فبيتعصب الخاطف وبيقول له انه طالما مصر على اللي في دماغه لازم يقابله وجها لوجه ويحذره من انه يبلغ الشرطه. بس أليكس مش بيستجيب للتحذير وبيبلغ الشرطه، وبيكون اندرياس عنده احساس بده وبتروح الشرطه ورا أليكس بس من غير صوفيا، واللي بيكون رئيسها في الشغل متضايق منها بسبب انها طول الوقت بتكسر الاوامر بتاعته. بس المحققه صوفيا مش بتنفذ الاوامر وبتطلع بعد العربيات بتاعه الشرطه بشويه وبتراقب الموقف كامل من صور القمر الصناعي من خرائط جوجل، وده بيخليها تسبق قوات الشرطه اللي طلعت قبلها بخطوه. ولما بيكون أليكس في طريقه بيكلمه اندرياس في التليفون وبيقول له ينزل من العربيه وبتمشي، وبيطلب منه يرفع هدومه عشان يشوف ان كان مركب ميكروفونات في هدومه ولا لا. وبعدها بيظهر له الخاطف وبيثبته بالسلاح وبياخده المكان مجهول. وفي الوقت ده بتكون الشرطه وصلت وبتلاقي عربيه أليكس فاضيه، وبيشوف المحقق نورمي عربيه واقفه قريب من المكان فبيروح يفتشها. ولما بيقرب منها بيلاقي مرات أليكس متكتفه ومحبوسه فيها، والمشكله ان باب العربيه بيكون متوصل بقنبله هو كمان، ولو اتفتحت العربيه كلها تنفجر. لكن محقق نورمي بيشغل دماغه وبيدخل من شنطه العربيه مش من باب العربيه اللي بيكون متوصل بالقنبله، وبيقدر يبطل مفعول القنبله وبينجح في انه يخرجها من العربيه. وفي نفس الوقت بتكون المحققه صوفيا سايبه قوات الشرطه وماشيه في اتجاه تاني خالص، والاتجاه بتاعها ده بيكون هو الصح وهو المكان اللي راح له اندرياس بعد ما اخد أليكس معاه تحت تهديد السلاح. وبعدها بنشوف المحققه صوفيا في مكان مهجور وبتدخله لانها بتكون متوقعه انه هو ده مكان اندرياس. وفعلا بتوصل لأليكس وبنشوفه قاعد على كرسي قدام اندرياس، واللي بيكون فاتح اللابتوب بتاعه على فيديو الغواص تحت المحيط بيفحص شويه انابيب لونها ابيض، وبيهدده عشان يجبره انه يتكلم ويطلع في الاعلام ويقول حقيقه فايكون 4. لكن المحققه صوفيا بتوقف كل ده وبتضرب اندرياس بالرصاص. وبتوصل الشرطه في الوقت ده للمكان الصح واللي سبقتهم ليه المحققه صوفيا، واللي بتثبت شجاعتها وذكائها لتاني مره قدام المحقق نورمي وقدام رئيسها في العمل. وفي غرفه التحقيقات بيرجعوا لأليكس وبيسالوه عن الفيديو اللي كان مشغله اندرياس، فبيقول لهم انه ما كانش فاهم منه اي حاجه. وبعدها بيقدر فريق التحقيق يجمع معلومات اكبر عن اندرياس، والمعلومه الاولى بتكون انه هو مهندس الماني، والمعلومه الثانيه ان القنبله اللي كان مفخخ بيها العربيه اللي حبس فيها مرات أليكس كانت قنبله مزيفه، والمعلومه الثالثه ان المسدس اللي كان بيهدد بيه أليكس كان مسدس لعبه، والمعلومه الرابعه بتحرج المحققه صوفيا قدام رئيسها في العمل واللي اتهمها بالعنف وباستخدام السلاح في غير محله. وبعد ما بتاخد المحققه صوفيا اللي فيه النصيب من رئيسها مش بتستسلم، وبتروح للضابط التقني اللي بيفحص اللابتوب والمتعلقات الالكترونيه بتاعه اندرياس، وبتلاقي عنده قطع بلاستيكيه بتستخدم في شحن العربيات، ومن خلالها بتقدر توصل للاوقات اللي شحن فيها عربيته وللبنزينه اللي شحن فيها كمان. وبتكتشف انه كان بيشحن عربيته في الوقت اللي اتقتلت فيه انا. ولما بترجع للفيديو بتاع البنزينه في الوقت ده بتكتشف ان اندرياس كان هو اللي سارق عربيه أليكس اللي اتقتل انا. وفي الوقت ده بيكون أليكس قاعد مع مراته وبيقرر انه يعترف لها بسر كان مخبيه عليها، وبيقول لها انه خانها مع انا من سنه. فبتستقبل مراته الاعتراف ده بانها تروح تلم هدومها وتمشي من البيت. وبعدها بنشوف الضابط المسؤول عن الجانب التقني في فريق التحقيق وبيتصل بالمحقق نورمي وبيبلغه ان المحققه صوفيا بتجيله وبتساله عن حاجات تخص القضيه رغم انها موقوفه عن العمل. فبيعمل لها نورمي كمين وبيروح معاها البيت أليكس وبيبلغ عنها شرطه ازعاج السلطات واللي بيجوا ياخدوها رغم انها بتقدر توصل لصوره روبي اخوه والمساعد بتاعه مع انا ليله قتلها. ولما بيعرف أليكس ان المحققه صوفيا قدرت توصل لصوره روبي مع انا بيطلب منه يحضر هدومه ويختفي لحد ما تنتهي التحقيقات. وبيحاول روبي انه يدافع عن نفسه ويفهم أليكس انه ما عملش حاجه في انا وما اذاهاش وانه بس كان بيوصلها، لكن أليكس بيصمم على انه يبعده ويخفيه على ما تنتهي التحقيقات. وتاني يوم بيقرر رئيس الشرطه انه يرجع المحققه صوفيا للعمل مره تانية ويمسكها القضيه بتاعه انا من جديد. وبترجع صوفيا للشغل من هنا وبتاخد قوه من الشرطه وبتطلع على بيت أليكس من هنا عشان تقبض على اخوه روبي، لكنها مش بتلاقي حاجه. وبترجع مع المحقق نورمي في العربيه بتاعته وبتستقبل مكالمه من هنا بنت جوزها وبتقول لها فيها انها اتفضحت في المدرسه. فبتروح لها المحققه انا البيت على طول وبتلاقيها عماله تعيط وبتقول لها ان في فيديو جنس اتصور لها واتسرب في المدرسه. وفي الوقت ده بيكون اوسكو جوز انا بيجهز لمراسم دفن مراته انا وبيعاني مع البنتين الصغيرين واللي لسه مش بيبقوا مقتنعين بموت امهم وهم وبيدفنوا. بتقول واحده منهم انها شايفه امها بتتحرك في التابوت وبتطلع تجري. في نفس الوقت ده بتكون صوفيا راحت المدرسه ومسكت صاحب هنا وضربته وطلبت منه انه يمسح الفيديو من على الانترنت والا هتلفق له قضيه مخدرات. وبتاخد اللابتوب
بتاعه وبعدها بتطلع على ابوه في مكان شغله واللي بيكون شغال مهندس انشاءات وبتشتكي له، فبيقول لها ان ابنه غلطان وبيقول كمان ان هانا هي كمان غلطانه. فبتفهم صوفيا انه مش هيعاقب ابنه وبترمي اللابتوب بتاع الولد في خلاط الاسمنت الموجود في الموقع. ولما بنرجع للمستشفى بنلاقي اندرياس لسه ما ماتش وبنشوفه متوصل باجهزه كتير، وفجاه بيدخل شخص ملثم وبيشد وصلات الاجهزه دي عشان يموته، بس الممرضات بيلحقوه قبل ما بيموت. ولما بنرجع لهانا بنلاقي حالتها ساءت وبدات تسيب البيت لفترات طويله، فبتروح المحققه صوفيا تدور عليها في الاماكن المشبوهه بتاعه المدمنين، وبتدخل مكان مع المحقق نورمي وبيقبضوا على اللي فيه، بس مش بيلاقوا هانا وبيجي لهم بلاغ ان في بنت مدمنه ماتت بجرعه مخدرات زياده. وبتفتكر صوفيا ان البنت اللي ماتت دي هي هانا، بس بتوصل لمكان الجثه وبتشوفها وبتعرف انها مش هانا، وبتلاقي هانا في النهايه واقفه على كوبري وبتفكر تنتحر، فبتاخدها معاها وبترجعها البيت. وبعدها بنشوف روبي في المينا وبيستعد عشان يهرب بره البلد خالص، بس الشرطه بتقدر تكتشف ده وبتوصل له قبل ما يخرج بره البلد وبتقبض عليه. غرفه التحقيق بيسالوه عن علاقته بانا، فبيقول لهم انها صديقه اخو اليكس، انه عرض عليها يوصلها بعد ما الحفله خلصت وانه ما عملهاش اي حاجه ولا اذاها. وفي الوقت اللي بيكون فيه المحقق نورمي بيحاول يضغط عليه بتدخل محققه بالتوله ومعاها تسجيلات كاميرات المراقبه واللي فيها بيشوفوا انا نازله من العربيه اللي كان سايقها روبي وبتركب باص. وهنا بيقرر المحققين ان هم يسيبوا روبي ويخرج ويدوروا على صاحب الباص اللي ركبت فيه انا، وبتوريه المحققه صوفيا صوره انا وبتساله ان كان شافها ولا لا، فبيقول لها انه شافها فعلا، وبيقول لها كمان انها كانت رايحه قريه اسمها ريفيك لابوها وامها. وهنا بتستغرب المحققه صوفيا والمحقق نورمي لانهم سمعوا قبل كده من جوزها اوسكو انها يتيمه الاب والام، يعني ابوها وامها ميتين، بس بيروحوا لقريه ريفيك وبيلاقوا ابوها وامها عايشين، وده معناه ان جوزها اوسكو كذب عليهم في النقطه دي، او معناه ان انا هي اللي كذبت على جوزها وقالت له ان ابوها وامها ميتين. المهم ان هما بيقدروا يوصلوا لابو انا وامها، وبيحكي ابوها عن مأساة حصلت لبنته انا من 20 سنه، بس قبل ما يسترسل في الكلام ويقول تفاصيل بتوقفه مراته ومش بتخليه يكمل، فبتخرج صوفيا ونورمي من البيت وبيقابلوا بره واحده بتقول لهم انها تعرف معلومات عن انا، بس بتطلب منهم انها تقابلهم بره القريه عند البحيره، وبتقول لهم ان انا في سن 14 سنه كان عندها صديقه اسمها راكيل، وانهم الاثنين كانوا بيتدربوا على السباحه عند مدرب تحرش بيهم، وبعد ما تحرش المدرب بيهم يبدو ان راكيل ما قدرتش تتحمل فانتحرت. وبعد ما بتنتحر راكيل بيحصل لأنا صدمه وبتهرب من القريه، وهي دي المأساة اللي كان عايز يحكيها والد انا بس مراته منعته. وفي الوقت ده بتكون الحاله النفسيه لاوسكو جوز انا تدهورت على الاخر، وبقى بيصحى من نومه مفزوع وبيصرخ. لما بيشوف ان الوضع بقى غير صحي البنات الصغيرين بيقول لهم انه هيبعتهم يعيشوا عند جدتهم. ولما بنرجع لأليكس بنلاقيه واقع في مشكله تخص تراخيص تقنيه فايكون 4، وبيكون واقف قدام لجنه تراخيص بيحاول يقنعهم ان فايكون 4 مرت بتجارب امان كتير وانه هتحمل اي ظروف مناخيه، بس اللجنه بتقول له انها هتبوظ في درجات الحراره عاليه، وبيرفضوا ان هم يدوا له التصريح. وفي نفس الوقت ده لكن في قريه ريفيك بتكون المحققه صوفيا والمحقق نورمي لسه موجودين في القريه، وبيرجعوا تاني لابو انا واللي بيقدر يحكي لهم المره دي، وبيقول لهم ان راكيل صاحبه انا بنتهم اللي انتحرت كانت حامل من مدرب السباحه. فبترجع صوفيا ونورمي لبيت المدرب وبيخبطوا لكن محدش بيفتح، فبيقرروا ان هم يقتحموا البيت، ولما بيدخلوا البيت وبيفتشوه بيتفاجئوا ان في دخان طالع من البيت، وبيعرفوا ان البيت بيتحرق، وبيحاولوا يخرجوا من البيت لكنهم مش بيقدروا، وبيتفاجئوا ان في جدار بيتهد ووراه بيكون ابو انا جاي ينقذهم. وبيخرجوا بره البيت وبيقول لهم انه شاف المدرب عند البحيره بس بيبقى بيشتت انتباههم وبيشغلهم لحد ما بيضرب المدرب بالنار وبياخد منه حق بنته انا وحق راكيل صاحبتها. وبتوصل الشرطه القريه عشان جريمه القتل اللي حصلت، وبتتفاجئ المحققه صوفيا بصاحبه انا القديمه بتقول لها معلومه صادمه، والمعلومه دي بتكون ان انا جت القريه يوم الاحد استلفت منها فلوس. فبتقول لها صوفيا ان ده مستحيل لان انا ميته فجر الحد ما بين الساعه 2 والساعه 5، فازاي هتقدر توصل لها القريه وتاخد منها فلوس؟ بس البنت بتصمم على اللي هي بتقوله، وبتبدا المحققه صوفيا تشك في تقرير الطب الشرعي اللي حدد ميعاد وفاه انا. فبترجع للطبيب الشرعي اللي حدد ميعاد الوفاه وبتطلب منها انها تراجع التقرير مره تانية. فبترجع الدكتوره تقريرها وتاريخه، وبتصمم هي كمان ان مفيش غلط من عندها. وبيبدا المحقق نورمي يشك في أليكس وبيقلب في تاريخه المرضي، فبيكتشف انه كان بيتعالج في مستشفى الامراض النفسيه. بيروح للمستشفى وبيسال عن الطبيب اللي كان ماسك حاله أليكس وبيطلب منه يديله معلومات عن مرضه، فبيلاقي قدامه واحد بيقول له انه كان الطبيب المعالج لأليكس، وبيطلب منه انه يشرب معاه قهوه ويتكلم. بس نورمي بيشرب القهوه من هنا وبيدوخ وبيفقد الوعي من هنا. وبعدها بنرجع لاوسكو جوز انا واللي بنشوفه ودى اطفاله عند جدتهم وابتدى انه يدور على سلاح. وبالليل بتلاحظ المحققه صوفيا غياب المحقق نورمي طول اليوم، فبتطلب المساعده من قسم الشرطه وبيقولوا لها ان نورمي كان رايح مستشفى الامراض النفسيه. وبتروح صوفيا على هناك وبتدخل المستشفى وبتلاقي نورمي مربوط على السرير وجنبه شخص مريض من نزلاء المستشفى وعامل نفسه دكتور، فبتفكه وبتاخده معاه. وتاني يوم الصبح بتكتشف الشرطه حادثه قتل عضو في لجنه التراخيص، وتحديدا العضو اللي اقنع لجنه التراخيص ان تقنيه فايكون 4 محتاجه تعديلات
المحلات، واقنعهم كمان بانه هيبوظ في درجات الحراره العاليه. واول شخص بيتحقق معاه الشرطه بيكون أليكس، وبيقول أليكس ان العضو ده كان واقف قدام مشروعه وانه كان متضايق منه فعلا، بس مش لدرجه انه يقتله، وفعلا ما بيكونش عند الشرطه ادله تدين أليكس فبيسيبوه. وبعدها بنشوف ان المحققه صوفيا مش بتتوقف عن البحث في القضيه، وبتوصل بعد بحث لمعلومه جديده، وبتعرف ان انا كانت متهمه في قضيه مخدرات لما كانت لاعبه سباحه، وبيكون اسم ياني كيسكي موجود مع انا في نفس الخبر اللي بيقول انها متهمه في القضيه. وفي مقر شركه تيمبو بنشوف جوليا اخت أليكس ودراعه اليمين في الشركه بتقول لمجلس الاداره ان سمعه الشركه بقت سيئه في الفتره الاخيره، وان الحل الامثل للتخلص من كل الصداع اللي بيحصل ده هو بيع الشركه. وبنشوف ان في اعضاء كتير في مجلس الاداره ميالين لكلام جوليا. وفي الوقت ده بتكون المحققه صوفيا والمحقق نورمي جايبين ياني كيسكي وبيستجوبوه، فبيعترف انه كان بيدي مخدرات لأنا فعلا، وهي كانت بتوزع على زملائها في فرقه السباحه، وان سبب الاختلاف اللي حصل بينهم كان عشان انا حبت تشتغل لحسابها. وفي بيت أليكس بنلاقي جوليا اخته وهي بتحاول تقنعه ببيع الشركه، بس هو بيبقى رافض، وبتقول له ان الشركه مش هتقوم تاني بعد كل القضايا اللي اتورطت فيها، وبتقول له انه كان سبب في جزء كبير منها. ولما بنرجع لصوفيا بنلاقيها لسه مكمله بحث ورا قضيه المخدرات اللي اكتشفتها، وبتوصل لاسم جمعيه خيريه متورطه في القضيه، وبتروح لمقرها على طول هي والمحقق نورمي، وبيسالوا مدير الجمعيه عن علاقتهم بالقضيه، فبينكر اي صله ليهم بالقضيه، وبيقول ان هما جمعيه خيريه بتقدم خدماتها للاطفال وملهاش دعوه بالقضيه لا من قريب ولا من بعيد. لكن صوفيا مش بتقتنع بالكلام ده، وبترجع لمقر الجمعيه بالليل عشان تلاقي اي دليل على تورطها في القضيه، بس بتتكشف لان العصابه اللي مدوره الجمعيه بترجع بالليل وبيمسكوا المحققه صوفيا وبيضربوها، وبيقرر واحد منهم انه يقتلها لما بيعرف انها شرطيه، وفعلا بيستعد عشان يضربها بالرصاص، بس بياخد رصاصه وبيموت قبل ما يعمل كده. وبتدخل الشرطه اللي بتكون مراقبه المكان ومخططه لاقتحامه، لانه فعلا بيكون مقر العصابه بتتاجر في المخدرات. ولما بنرجع لأليكس بنلاقيه بيوقف تاكسي، والحظ السيء ان سواق التاكسي بيكون اوسكو جوز انا، وبيجبره بعد تهديده بالسلاح على انه هو اللي يسوق. وبنعرف ان اوسكو كان مراقب أليكس عشان ينتقم لشرفه، لانه بيبقى عارف ان انا خانته مع أليكس. وبياخد اوسكو المكان خالي وبيخليه ينزل على ركبه، وبيقول له أليكس انه مش هو السبب في قتل مراته انا، فبيسيب اوسكو المسدس من ايده وبيسيب أليكس وبيمشي. وبعدها بيقرر المحققه صوفيا والمحقق نورمي ان هم يرجعوا للقضيه من جذورها، من عند اندرياس المهندس الالماني اللي خطف أليكس ومراته، واللي صوفيا ضربته بالنار ولسه تحت العنايه المركزه من بعدها. وبتفتح صوفيا هي ونورمي المدونه بتاعته على الانترنت، وبيلاقوا انه منزل صور وفيديوهات ليه في المانيا تحت الميه، فبيقرروا ان هم يسافروا المانيا. وفي نفس الوقت ده بيكون اوسكو جوز انا رايح لاسم الشرطه، وبعدها بتكون صوفيا ونورمي وصلوا المانيا وراحوا للشط اللي كان بيعوم فيه المهندس الالماني هو ومراته. وبينزل نورمي يشوف نفسه ايه اللي تحت الميه في المكان ده، وبيلاقي تحت الميه انابيب بيضه كبيره مكتوب عليها فايكونفور، فبيبلغ صوفيا باللاسلكي واللي بتطلب منه انه ما يلمسش اي حاجه، وبتقول له يطلع من الميه. بس في الوقت ده بتحس ان في عربيه بتقرب من المكان، وبتبلغ نورمي فبيقول لها تستخبى في اي مكان وهو هيتصرف، فبتستخبى صوفيا. وبنشوف 2 رجاله وصلوا المكان وبيفتشوه، وبيعرفوا ان في حد تحت الميه، وبيلاقوا الحبل اللي مربوط فيه نورمي فبيشدوه، فبيقطعوا نورمي، لكنهم بيصمموا يعرفوا مين اللي تحت الميه، فبيستنوا لحد ما بيضطر نورمي انه يخرج، وبيتكلم معاهم انجليزي عشان يوهمهم انه سايح، فبيسالوه عن اللي شافه تحت الميه، فبيقول لهم انه ما شافش حاجه، بس مش بيقتنعوا بكلامه، وبيكتفوه وبياخدوه معاهم في العربيه، وبينزلوه في مزرعه طواحين هوا، وبيرفع واحد منهم السلاح في رقبه نورمي وبيهدده انه هيقتله، لكن نورمي بيضربه وبيتخلص منه. وفي اللحظه دي بتكون صوفيا وصلت بعربيتها ونزلت تدور على نورمي، وبتلاقيه وبيرجعوا على فنلندا تاني، وبيحكوا رئيس الشرطه كل المعلومات اللي قدروا ان هم يوصلوا ليها في رحلتهم. وبتقول لصوفيا ان فايكونفور ماده نوويه بتستخدمها شركه منافسه لشركه أليكس، بس الفكره في الاصل هي فكره أليكس، والشركه المنافسه اخذت الفكره منه عن طريق انا اللي سربت لهم طريقه تصنيع فايكونفور، فخدوا الطريقه وصنعوها في المانيا وجربوها تحت الميه. ولسوء حظ اندرياس المهندس الالماني كان بيعوم هو ومراته في المنطقه اللي بتتجرب فيها فايكونفور، فمراته بتموت، فبيسافر لأليكس فنلندا عشان ينتقم لمراته. وبعد ما بتخلص صوفيا بيفاجئها رئيس الشرطه ان اوسكو جوز انا جه الاسم واعترف ان هو اللي قتل مراته، فبتروح له المحققه صوفيا وبتطلب منه انه يحكي لها قتلها ليه، فبيقول لها انه قتلها لانه عرف انها خاينه، وبيقول انه بعد ما قتلها جثتها اختفت تماما من البيت واثار الدم اتمسحت وما يعرفش مين عمل كده. في الوقت ده بيستعيد المهندس الالماني اندرياس وعيه، وبتروح له صوفيا وبتقول له انه كان ظالم أليكس، وان اللي صنع فايكونفور وجربه تحت الميه في المانيا هي شركه منافسه لشركه أليكس. وبتراجع المحققه صوفيا كاميرات المراقبه، وبيلاقوا واحد اسمه رانيكو صاحب شركه منافسه لشركه أليكس، وهو اللي بيحاول يقتل اندرياس، فبيبعتوا له رساله على لسان اندرياس وبيقول له على لسانه انه فاق وانه هيطارده وهياخد منه حقه. فبيتصل رانيكو بالمستشفى وبيتاكد ان اندرياس فاق، فبيبعت له رساله وبيطلب منه فيها انه يقابله في المكان اللي هيبعته له، وبيوعده انه هيشرح له كل حاجه وهيديله $50,000 كمان. وبينتظر فعلا رانيكو في المكان والزمان، لكنه بيتفاجئ بظهور أليكس قدامه وبيكون رافع في وش المسدس بتاعه. وعشان نفهم كل حاجه في القضيه دي بنرجع بالزمن مع انا قبل ما تتقتل، وبنشوفها وهي ماشيه في الشركه مع أليكس
بيتعرف على رانيكو اللي بياخدها على انفراد في الاسانسير، وبيطلب منها انها تسرب له طريقه صنع فايكونفور مقابل 50,000 يورو، فبترفض. فبيزود العرض ل 100,000 فبتوافق. وقبل ما بتموت بيوم بتتسحب وبتفتح اللابتوب بتاع أليكس وبتاخد طريقه تصنيع فايكونفور وبتبعتها لرانيكو. وفي الحفله اللي حضرتها قبل ما تموت بتطلب انا من أليكس انه يعترف بعلاقتهم قدام الناس في الحفله، فبيرفض. فبتقول له انه طالما رفض فهي مش هتكمل معاه. وبنرجع للوقت الحاضر، بنلاقي أليكس واخد رانيكو فوق السطح، وفي اللحظه دي تقتحم الشرطه المكان اللي هم فيه، فبيتوتر رانيكو وبيمسك أليكس بعد ما بيكون أليكس رمى سلاحه وسمع كلام الشرطه، وبيشده معاه لورا لكنه بيقع من فوق المبنى لوحده. وبعدها بتعتقد المحققه صوفيا ان القضيه انتهت، وبتبلغ اوسكو ان الطب الشرعي قال ان مش هو اللي قاتل مراته انا، وان في حد كمل عليها وقتلها بعده. وبتقوله ان اللي قتلها هو رانيكو، والقضيه بكده تكون اتقفلت لان المجرم مات. وبتدي له الشنطه بتاعته مراته وكارت التامين الصحي. فبتتفاجئ صوفيا ان اوسكو بيقول لها ان الشنطه اللي بتديها له مش بتاعت انا، وبيقول لها كمان ان بطاقه التامين الصحي دي ضايعه منهم من زمان جدا. وبتبلغ صوفيا شريكها نورمي بالكلام ده، واللي بيرجع ينكش في القضيه تاني هو كمان. وبناء على كلام اوسكو بترجع صوفيا تدور وبتروح بيت اوسكو لوحدها، وبتنزل تحت وبتلاقي اوضه مشتركه بينه وبين جاره. وبيقول لها الجار ان الاوضه دي مشتركه لانهم كانوا عاملين فيها جيم مشترك. في اللحظه دي بتستقبل صوفيا رساله من نورمي بيقول لها فيها انه شاكك في جار اوسكو. بينتبه الجار لان الكلام عليه، فبيضرب صوفيا على دماغها، بس بتفوق وبتقدر تهرب. وبتوصل الشرطه المكان، بس بعد ما بيكون الجار قدر يهرب راح خطف بنات اوسكو من عند جدتهم. وبيرجع الخاطف لبيت مدرب السباحه وبيدخلوا رغم انه محروق، وبيفتكر مواقف ليه مع المدرب ومع انا. وبيشوف في ذاكرته انه انا بتجري من المدرب لانه كان عايز يعتدي عليها. وبيشوف نفسه وهو طفل واقف قدام المدرب، وبيطلع فيه المدرب غضبه وبيضربه لانه ما قدرش انه يعتدي على انا. في الوقت ده بتقدر البنتين الصغيرين ان هم يهربوا من العربيه، وبتكون الشرطه وراه طول الوقت، وبيدخلوا وراه وبيقبضوا عليه، وبيحكي لهم ان هو قتل انا ازاي. وبيقول لهم ان اوسكو بعد ما ضرب انا وافتكر انها ماتت، انا فاقت ونزلت له الجيم المشترك وطلبت مساعدته فقتلها بسبب الذكرى القديمه. وبكده بينتهي الموسم الاول من المسلسل بعد ما اتحل لغز القضيه، وعرفنا مين قتل انا، وعرفنا ليه اصابع الاتهام كانت بتحوم حوالين شركه أليكس بعد ما دفنها القاتل في الموقع الانشائي للشركه. الفيديو ده كتبه محمد التميمي، سجلته امل عقيل، ومنتجه عمر حجاج. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدراميه بصوت محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني. وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. وفولو لصفحه هكون مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والانمي. سلام.